الحمد لله رب العالمين، الواحد فلا يشهد، الأحد الذي في صمديته توحد، الفرد الذي في ربوبيته تفرد، الشكور الذي لا يشكر غيره ولا يحمد، العلي الذي إليه الكلم الطيب يصعد، الغفور الذي يغفر الذنوب لمن يتوب ولا يتردد، الحاكم الذي حكم بالموت على أهل هذه الدنيا فليس فيها أحد يخلد، أرسل رسلا يرشد الناس إلى طريق الأرشد، وجعلهم حجابا بين يدي من له الشفاعة، ولواء الحمد في القيامة بيده يعقد. وأشهد أن لا إله إلا الله، العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله، ولا راحة للمؤمن إلا عند لقاء الله، والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من دخول القبر. دخل الإمام الحسن البصري رضي الله عنه على مريض يعوده وهو في سكرات الموت، فقال له: كيف أجدك يا عبد الله؟ فقال له كلمات توزن بمداد من ذهب: يا إمام، أرى موتا عاجلا ولا قدرة لي، وقبرا موحشا ولا مؤنس لي، وصراطا منصورا ولا جواز لي، وجنة أزلفت ولا عمل لي، وجحيما سعرت ولا حيلة لي، وربا غفورا ولا حجة لي، وتذهب الروح إلى باريها، وما هي إلا أيام. حتى رآه الإمام الحسن في الرؤيا فسأله عن حاله مع الله: كيف أجدك الآن؟ فقال: يا إمام، غفر لي ربي وأجزل ثوابي وأحسن مآبي وأدخلني واسع جناته. وقال له الإمام: بأي عمل عملت؟ فقال: يا إمام، بحسن الظن بربي وبفضل لا إله إلا الله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا الطير سبحة، والموج قبرة، والحوت نجاه، والنمل تحت صخور السم قد نفى، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيقصرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله كان رحمة للعالمين. به عرفنا طريق الجنة، وبه عرفنا مكائد الشيطان. ما من طيب إلا وإن أمرنا إليه وأرشدنا إليه، وما من خبيث إلا ونهانا عنه. يقول الإمام الحسين بن الفضل رضي الله عنه: لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه الحسنى إلا لمحمد بن عبد الله. اسمين من أسماء الله الحسنى لم يجمعهم الله لأي نبي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بالمؤمنين رؤوف، على النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم، وهما اسمان من أسماء الله عز وجل. لذلك لما ترك الجزع الذي كان يخطر عليه واتخذ منبرا ليسمع الصحابة خطبة الجمعة، ووقف على المنبر كوقفته هذه، والجزع بجوار
بيده ويقول جسر وخشبة حنت على مراد رسول الله، فأمته أولى بالحنين عليه، وأول حنين عليه إذا سمعت اسمع أن تصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إلى أين الوجهة اليوم يا شيخ؟ ما زال الحديث متواصل عن اللحظات الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا حدث بعد حجة الوداع، فأعيلوا بالأسماع والقلوب والعيون. وكنا في الجمعة الماضية حتى لا أعيد تكرار ما قلتم، حج النبي حجة الوداع وعاد إلى المدينة المنورة، وما هي إلا أيام تقدر ب70 يوما أو 80 يوما. في ليلة طفت سماؤها وطلق هواؤها، زار النبي مقابر البقيع كالمودع له، ثم عاد إلى بيت أم المؤمنين عائشة يشكو صداعا في رأسه لأن مرض الموت بدأ يزحف على الحبيب. أصيب بحمى شديدة، كلما وضع الغطاء على رأسه انتظر من شدة الحرارة. وأشدكم بلاء للأنبياء يبتلى الرجل على قدر دينه. ويدخل ابن مسعود مع وفد من الصحابة لزيارة جثاته بالكريم، وانتهت المقابلة النبوية وظل النبي طريح الفراش 13 يوما يعاني حمى شديدة، إلى أن دخل عليه ملك الموت في اليوم يوم الاثنين 11 من الهجرة النبوية في ضحى يوم الاثنين مستأذنا على الحبيب. ووقفت هنا عندما نزل عليه ملك الموت ليعالج روحه الطيبة 12 ربيع يوم مولده، كان يوم وفاته 11 من الهجرة النبوية. وأول سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت: أين تركت أخي جبريل؟ فقال: يا محمد تركته في الملأ الأعلى، الملائكة تعزيه فيه. ثم دخل ملك الموت على النبي فقال: اكفف عني الساعة فإنها ساعة جبريل. فهبط جبريل على النبي وهو يقول له: يا محمد والذي بعثك بالحق بشيرا ونذيرا، من استأذن ملك الموت على أحد قبلك ولم يستأذن على أحد بعدك إلا أن الله متم شرفك. يا محمد لقد اشتاق ربك إليك، أما اشتقت إلى رؤية ربك؟ فقال: لقد اشتقت. ثم قال النبي لجبريل: بشرني يا جبريل. فقال: يا محمد لقد اصطفت الملائكة في الملأ الأعلى لملاقاة روحك. قال: ليس عن هذا أسأل، بشرني يا جبريل. قال: يا محمد لقد تفتحت أبواب الجنة 8 لملاقاة روحك. فقال: ليس عن هذا أسأل. قال: وعلى أي شيء تسأل؟ فقال: من لأمتي من بعدي؟ وإذا الكتاب من العلي القدير: يا جبريل بشر بأني لا أخزيهم في أمتي أبدا، وبشر بأنه أسرع الناس خروجا من الأرض إذا بعثوا وسيدهم إذا جمعوا، وأن الجنة محرمة على الأمم حتى يدخلها محمدا وأمته. قال: الآن طاب قلبي وقر عيني لما في أمتي من بعدي. قال: ابنوا مني يا ملك الموت. والنبي لما اشتد عليه القلب جعل يضع يده في إناء الله ويمسح جبهته الشريفة ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون على محمد سكرات الموت. تبكي فاطمة وتقول: وقرباه لقربك يا أبتاه. فكان يقول لها: لا قرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ثم يهمس إليها بكلمتين وقلتها في الجمعة الماضية. في أول كلمة بكت فاطمة، فلما همس لها الثانية رفعت رأسها وهي تضحك، فسئلت فاطمة رضي الله عنها عما حدث منها، فقالت: أن رسول الله أصر لي في الأولى بأن هذا اليوم هو يوم لقاء ربه، وفي المرة الثانية أصر لي وقال: يا فاطمة لقد دعوت ربي أن يجعلك أول أهل بيت محمد ضيوفا فيه.
درجته. وبالفعل كانت السيدة فاطمة أول من مات بعد وفاة رسول الله ب6 أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل ملك الموت ليعالج روحه الشريفة، وإذا بجبريل يولي وجهه فيقول يا جبريل ما لي أراك تولي وجهك؟ فيقول يا محمد ومن يستطيع أن ينظر إليك وأنت تعالج ثغرات الموت؟ وتصعد روحه إلى بريها ويختلط الصحابة أن يجردون رسول الله من ثيابه أن يمثلونه في ثيابه. اختلفوا فريقين، فريق قال يجرد رسول الله وفريق قال يمثله في ثيابه، إلى أن أرسل الله عليهم النوم. من الذي أرسل النوم عليهم؟ فناموا ساعة وإذا بهم يقومون على مناد ينادي عليهم لا تجردوا رسول الله من ثيابه وغسلوه في ثيابه. فما كان لأحد أن ينظر إلى عورة رسول الله. يقول ابن عباس ومشاهد إن المنادي هو سيدنا الخضر عليه السلام، وغسل النبي. أسامة بن زيد يصب الماء، وعلي بن أبي طالب يمرر الماء على الجسد، وعمه العباس والفضل بن العباس، وكلما مرروا الماء على جسد النبي أتم علي بن أبي طالب على جسد النبي يقبله ويقول ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. تفوح منه رائحة المسك. علي كلما صبوا عليه الماء ينكب عليه يقبله في رأسه ويديه وقدميه. والله لو كنت مكان علي لقبلت وما تركت شيئا الا قبلته منه. ما اطيبك حيا وميتا يا رسول الله. وغسل النبي وتركوه ساعة، وكان هذا بأمر من رسول الله حينما قال له إذا أنا مت وغسلتموني وكفنتموني فاتركوني ساعة فإن أول من يصلي علي صلاة الجنازة هو الله، ثم جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم حملة العرش، ثم الأدنى فالأدنى، ثم آل بيتي، ثم الصحابة رضوان الله عليهم. وبعدما غسلوه وتركوه ساعة وواروا الجسد تحت التراب إذا في فاطمة الزهراء تبكي وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ندعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه. ثم نادت على أنس يا أنس كيف طوعت لكم أنفسكم أن تضعوا التراب على جسد الحبيب؟ كيف سولت لكم أنفسكم أن تضعوا التراب على جسد رسول الله؟ فقال يا فاطمة والله لو استطعنا أن نضع أباك بين السماء والأرض لفعلنا، ولكن ماذا نفعل وقد نزل على أبيك القرآن يتلى إلى يوم القيامة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم تفسيه فاطمة وتقول لما نعي المختار خير الورى من بعده كل مصاب يقول ما زلت أبكي بعده حسرة حتى جرى من جفن عيني عيون وكنت لما أنقضى نحبه يا ليتني لاقيت ريب المنون أبعد موت المصطفى أحد خالد يا نفس هذا أبدا لا يكون لمن الملك اليوم. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان أولى بالخلود بها رسول الله. ثم تقول ماذا على من شق قربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. وتفسيه عبدته صفية بنت عبد المطلب وتقول ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت حليما بنا ولم تك جافيا وكنت رحيما
الأمة من مقتل أهل بيت رسول الله وتصارعهم على السلطة، وكأن صفية كانت تنظر من وراء الحجاب. وأبو بكر بعدما دخل الحديث إذا به يرسيه بأبيات: كيف تلتز جفوني بالمنام بعد موت المصطفى كأس الحمام، أم لقلبي راحة من بعده وجفوني بالبكا صح الدوام. وعمر يرسيه ويقول: تالله ما جار الزمان ولا اعتدى بأشد من هذا المصاب وأوجعه، فقد المصطفى فأظلمت كل الدنا والحزن عم لكل قلب موجع. واختلف الصحابة بموت رسول الله، وأظلمت المدينة كما تقول السيدة عائشة، وارتفعت الرنة، فمنهم من كذب بموته، ومنهم من وقع، ومنهم من أخرس، ومنهم من لاذ في الكلام أي أذى. فكان ممن كذب بموته عمر بن الخطاب، رفع سيفه شاهرا وقال: والله إن رسول الله لم يمت، ومن قال إن رسول الله قد مات لأقطعن رأسه بسيفي هذا، إن رسول الله ذهب لمناجاة ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسيعود بعد 40 يوما. وعلي كان في من وقع، وعثمان أخرس، ولم يكن في صحابة رسول الله ما أعانهم الله على التسديد والرأي والصواب إلا العباس بن عبد المطلب عم النبي وأبي بكر الصديق، فإن الله أيدهما بالسداد والتوفيق والصبر. خرج العباس عم النبي على الصحابة وقال لهم: والله لقد ذاق رسول الله طعم الموت، لقد ذاق ابن أخي طعم الموت، ولقد قال وهو بين أظهركم قول الله في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون. وخرج أبو بكر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين. يقول الصحابة: وكأننا لم نسمع بهذه الآية إلا في هذه اللحظة. ومن الصحابة من كان في بلاد اليمن كمعاذ بن جبل، أرسله رسول الله لبلاد اليمن ليعلم أهلها الإسلام، عندما قال له: يا معاذ لم تحكم. معاذ كان في بلاد اليمن في اليوم الذي مات فيه رسول الله، يقول: وبينما أنا نائم في تلك الليلة إذ سمعت هاتفا ينادي علي. انظر رز القمر بن الأسير والطبقات الكبرى للنساء، يقول: رأيت سمعت مناديا ينادي علي ويقول: يا معاذ كيف تنام ورسول الله تحت أطباق الثرى؟ يقول: فكنت محزونا مرعوبا من تلك الرؤيا والمنام، فركبت دابتي وتوجهت من بلاد اليمن إلى المدينة المنورة، وبينما أنا أسير في بعض أوديتها إذ سمعت صوت رجل من الأنصار يقرأ قول الله: كل نفس ذائقة الموت. ثم قال لي: يا معاذ والله لقد ذاق رسول الله طعم الموت. يقول: فرفعت مغشيا عليه، فلما أفقت من إغشاءتي أتيت بيت فاطمة بنت رسول الله وأقرأتها السلام وقلت: السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله. قالت فاطمة: يا معاذ إن رسول الله في مرضه. قال لي: يا فاطمة أكرمي معاذا مني السلام وبشريه أنه يأتي يوم القيامة إماما لعلماء أمة محمد. عند عبد سيدنا عبد الله
يقول لما مات رسول الله بكى عليه الصحابة حتى قالوا جميعا ليتنا متنا قبله. وتقول أم سلمة رضي الله عنها والله لقد أصبنا بمصيبة ما إن أصبنا بمصيبة بعدها إلا هانت علينا فكل مصيبة بعد رسول الله تهون. وكان ابن عمر كما قال عاصم بن محمد يقول ما سمعت ابن عمر ذاكرا رسول الله إلا اقتضرت عيناه بالدموع. بالله عليك انت بكيت لما سمعت اسم النبي عشان بتقول بحبه؟ اهو ده الفرق بينك وبين الصحابه. انت عارف احد الصحابه فقد بصره من كثره بكائه على فراق رسول الله فذهب الصحابه ليعودون. الاثر غرابه في وسط الضبع عشان واحد يقول انت بتجيب منين يا جماعه؟ في وسط الضبع في الاسئله والطلبات الكبرى لابن سعد بكى حتى ذهب بصره فذهب الصحابه اليه ليعودون. انت عارف قال لهم ايه؟ قال لهم انما كنت اريد بصري لانظر اليه الى وجه رسول الله اما انه قد مات فلا حاجه لي اليهما. ما اناش عايز نور بصري، انا قلت كل اللي عاوزه ان انا ببص بهم الى وجه رسول الله اما انه قد مات فلا حاجه لي اليهما. ومن الصحابه من ترك المدينه المنوره حزنا على فراق رسول الله كبلال بن رباح. انت عارف ان سيدنا بلال لم يؤذن بعد وفاه رسول الله؟ انت عارف ليه؟ لما كان يجي يقول اشهد ان محمدا رسول الله تاخذه غشاء من البكاء فلا يكمل الاذان فامتنع عن الاذان بعد وفاه رسول الله. واستاذن ابا بكر الصديق ان يذهب الى بلاد الشام ليكون مع المجاهدين في سبيل الله لعله ان يجد في الجهاد ما يسليه من سلوى الاحزان على رسول الله فاذن له وظل بلال في بلاد الشام اعوام الى ان نام ذات ليله فاذا به يجد رسول الله في الرؤيا يقول له يا بلال ما هذه الجفوة ألم تشتق إلى زيارة رسولك؟ رؤيا حقيقية يا بلال ما هذه الجفوة التي ما عهدناها منك؟ ألم تشتاق إلى رؤية حبيبك وزيارته؟ يقول فكنت حزينا وركبت دابتي وإلى أن وصلت إلى المسجد النبوي قبل الفجر ووقفت أمام قبر رسول الله أبكي وأتمرغ تحته إلى أن دخل علي الحسن والحسين لصلاة الفجر فلما رآهما بلال جعل يقبلهما ويحتضنهما ويشمهما لأنه رأى فيهما ريحة جدهما رسول الله. ثم قال له يا بلال لنا عندك مطلب. ما هو؟ أن نسمع الأذان بصوتك. وصعد بلال على المأذن وعلى المسجد النبوي في صلاة الفجر. القلوب كانت نظيفة آذان يبكى لها رؤيا أحفاد النبي يبكون لها يتمرغون تحت أطباق رسول الله. ويجي ناس النهارده تقول لك وهو إنك وما هو إلا بشر. خسيت بلال يتمرغ أمام قبر رسول الله بعد موته بسنوات ولو فعل بنا هذا اليوم أمام روضته الشريفة لرمينا بالجنون والتشرف والدروشة. لكن أقول مرحبا بالدروشة إذا كانت في حب رسول الله. ويسعد بلال على
سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول رب العالمين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين، اما بعد، فيا ايها المؤمنون، كيف يطمع بالبقاء في هذه الدار وقد فقد النبي المختار؟ فالافان عليه محترقه والاحشاء بالدمع غرقه والصبر زائد والدمع زائد، مصابه وجميع المصائب وفقده نقص عيش الحبائب. فيا ايها الحزين، أتطمع في الدنيا بعد فقد سيد المرسلين؟ أما لك عبرة في من فرضتهم الشهور والظهور؟ أما لك فكرة في من صرع قبلك من شيخ وكهل؟ أم اعتبرت بما قدرت من صديق وخليل؟ بالله عليك اقبل مني نصحك قبل أن يعرف منك الجميل وتشتد نزعك والأنين، وتوضع في قبر مظلم لا يظهر فيه النور ولا يبين. أما سمعت آيات الله المبينة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما أنظرك ما جاءك من القرآن؟ كل من عليها فان. أما وعظك الظهر وأسمعك الصوت؟ كل نفس ذائقة الموت. فجدير لمن علم بأن الموت مصرعه والتراب مرجعه والقبر أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقيامة مورده والجنة والنار مورده، ألا يكون له ذكر ولا انشغال إلا بالموت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فيا غافلا عن الموت وقد هدم ركن به المشي، إلى متى أنت في نوم غفلتك لا تبدي ولا تعيد؟ أو ما سمعت قول العزيز الحميد: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تزود من التقوى فإنك راحل، وسارع إلى الخيرات في من يسارع، فلا المال والأهلون إلى ودائع، ولا بد يوما أن توصل الودائع. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. أمر كل يوم على المقابر فما أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي، ولا أبكي على نقصان عمري. وحد الله. لذلك سئل المصطفى ذات يوم، والحديث يرويه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن ابن عمر: من أكيس الناس يا رسول الله؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا. أولئك هم الأقياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. ويوم قال له ابن عمر: عظني يا رسول الله. فماذا قال له الحبيب؟ قال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك نبي أو عابر السبيل، وعد نفسك من أهل القبور. ويوم أن سأله أبو ذر وقال: أوصني يا رسول الله، ماذا قال له الحبيب؟ قال: يا أبا ذر، جدد السفينة فإن البحر عميق، أكثر الزاد فإن السفر طويل، أخلص العمل فإن الناقل بصير، خفف الحمل فإن العقبة تهون. لذلك يتعجب مولانا مني ومنك عندما يقول في حديثه القدسي: عبدي
ما الذي زهدك في ورغبك في غيري؟ أتقرب منك وتهرب عني، أطلبك وتفر مني، بسطت لك غرور الدنيا فاشتغلت بها عني. أهكذا يفعل المطيعون بأربابهم المحسنين إليهم؟ عبدي، من الذي خلقك ومن الذي سطرك ومن الذي حفظك؟ عبدي، أين أنت من هذه اللذات؟ أين أنت من نواحي الآباء والأمهات؟ أين أنت من المفرق بين البنين والبنات؟ أين أنت ممن لا يستأذن على أصحاب القصور ولا يغتامر أرباب الدور؟ عجزت عن الخلود الجبال الراسيات والأطواف العاليات والبحار الطاميات. أنا الذي تفردت بالبقاء وحكمت على عبادي بالثناء. أنا الله لا إله إلا أنا، لا شريك معي في ملكي ولا نظير لي في حكمي ولا ضد لي في سلطاني. ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا. اعمل إلى يوم تكون في يوم موتك إذا بكى ضاحكا مسرورا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد له من آلة على آلة حتى منقول. إذا حملت إلى المقام الجنازة اعلم بأنك بعدها محمول. أبعد موت رسول الله أحد يخلد في الدنيا؟ أبدا والله يا ابن آدم، لقد خلقت لأمر عظيم. لو كنت تعقل هذا الأمر لظهر خشوعك ولظهر خضوعك ولسالت دموعك على خدودك خوفا من القبر ووحشته ومن القبر وضغطته ومن هول المطلع وروعته. مهد بنفسك يا مسكين وأنت حي يقبل منك كل شيء قبل طي الكتاب ونزول الحجاب والرحيل إلى التراب. لا تأمنن وإن أمسيت في حرمك. إن المنايا تفاجئ كل إنسان. اسلك طريقا واخذ غير منحرف حتى تراقي الجزل من الرحمن. فكل خير وإن أشفقت تتركه وكل مال وإن أكثرته فان. لمن الملك اليوم؟ عباد الله، تفكروا في آبائكم وإخوانكم وآبائكم وأمهاتكم وذوي الأباعد والأقارب والأجانب والأباعد. قد استوحشت منهم الديار وانقطعت عنهم الأخبار. هجرهم الحبيب سلى عنهم القريب. بقيت أرواحهم تنتظر يوم الهادم الموعود. تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لم يعرفوني. وذوي الميراث يقتسمون مالي ولا يأتون إن جحدوا بدوني. وقد أخذوا سهامهم وراحوا فيا الله ما أسرع ما نسوني. أهذه ليست الحقيقة حتى تفيقوا من غفلتكم. فيا من ركن إلى الدنيا بإقامة وثبات احذر أسد الموت فإن له وثبات. إلى متى تبقى إلى اللذات وقد جاء في طلبك الممات؟ بالله عليك، أبعد موت سيد المرسلين أحد يخلد فيها؟ أبدا والله. فيقوا من غفلاتكم واستيقظوا من نوماتكم قبل حلول المنية ووقوع الرزية ووقوع البلية حيث لا مال نافع ولا حميم شافع ولا فرح واقع ولا رفعة تنال ولا عصرة تقال. وحدوا الكبير المتعال. لذلك لما دخل ملك الموت على نبي الله داود، وكان نبي الله داود متزوج ب100 امرأة وكان شديد الغيرة، ما أحد كان يستطيع أن ينظر إلى نسائه. وذات يوم ووجد رجلا جالسا على سرير نومه. فتعجب داود، أين الحراس؟ أين الوزراء؟ من أنت الذي يدخل علينا بلا إذن؟ فقال يا داود، أنا الذي لا تمنع منه القصور
ولا يهاب الملوك ولا يقبل الرشوة. إذا هو ملك. قال يا ملك الموت ولكن لم ترسل إلي، أنا لم أستعد بعد، أنا لم أستعد للقاء الله. فقال يا نبي الله أين فلان جار؟ أين فلان قريب؟ قال لقد مات. قال أما كان لك عبرة في موت هؤلاء حتى تستعد للقاء الله؟ قال ولكن لم ترسل إلي رسلا. قال يا داود ألم تنظر إلى انحناء ظهرك بعد استقامته، وبياض شعرك بعد سواده، وارتعاش صوتك بعد ثباته، وضعفك بعد قوته؟ طلبت رسولا واحدا وهذه هي رسل إلى بني آدم قبل موتهم. مضى الله والأيام والذنب حاصل، جاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. دخل المازني ذات يوم على شيخه الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقال له يا شيخ كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ الشافعي يلجزه بيقول له كيف أصبحت؟ فقال يا مازني أصبحت عن الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله واردة، ولا أدري يا مازني أروح تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ ده مين يقول الكلام ده يا جماعة؟ الشافعي يقول وللسوء أعمالي مراقيا. أمال أنا قلت تقول إيه؟ ثم أنشد يقول فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، فعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فلولاك يا رب لم ينجو من إبليس عاد ولم لا وقد أغوى صفية آدم. يموت الشافعي ويراه المازني بعدها بأيام فيسأله عن حاله مع الله. كيف حالك يا شيخي مع الله؟ فيقول له يا مازني غفر لي ربي وأجزل ثوابي وأحسن مآبي. فقال له المازني بعلمك أم بعملك؟ غفر لك بعلمك أم بعملك؟ انت عارف الشافعي يرد له ايه؟ والله تعجبون من رد الشافعي على المازني. يقول غفر لي ربي لا بعلمي ولا بعملي وإنما بفضل الصلاة على رسول الله. أورد الشافعي في كتاب الأم صيغة للصلاة على النبي اللهم صل على محمد كلما ذكره أبدرون وغفل عن ذكره. الله افتح كتاب الأم للشافعي في المجلد الأخير، هي الصيغة الوحيدة التي ذكرها الشافعي وأوردها. فيا ابن آدم إلى متى هذا التمادي والعمر قصير؟ وإلى متى هذا البقاء وقد أنذرك البشير النذير؟ أبا عمر أمير المؤمنين يدخل عليه ابن عباس في مرض موته يقول يا أمير المؤمنين أبشر. قال بما تبشرني؟ آمنت برسول الله حين كفر به الناس، جاهدت مع رسول الله حين خذله الناس، مات رسول الله عنك وهو عن قرار، لم يختلف على ولايتك اثنان، ميتة شديدة ضربه أبو اللؤلؤ المجوسي ميتة شديدة، 5 حاجات فيك يا أمير المؤمنين فأبشر. فيقول له أعد علي يا ابن عباس ما قلت، فيعد فيبكي عمر ويقول يا ابن عباس المغرور من غررتموه.
من غررتموه يا ابن عباس؟ لو أن لما طلعت عليه الشمس والقمر حسنات لافتديت بها من هول المطلع يوم القيامة. إذا كان هذا قول عمر وهو إمام أهل السنة وحبيب رسول الأمة وسراج أهل الجنة بالجنة، فكيف بأمثالنا المساكين؟ كيف بمن خالف الحق والكتاب وخالف السنة والكتاب وأفنى عمره في معصية الملك الوهاب؟ على اللسان أن يتوقف الآن. وكنت أود أن أتكلم عما تقوله الملائكة عند قبض روح العبد المؤمن، ولكن انسحب الوقت من تحت أقدامي. أسأل الله العلي القدير ونحن في يوم الجمعة ألا يدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفره. اللهم اغفر لنا الذنوب، اصفر علينا العيوب، أخذ منا الباقي الندوب. اللهم لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا فإنك أنت راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارحمنا إذا التفت الساق بالساق، ارحمنا إذا عرض منا الجميل، ارحمنا إذا اشتد النزع والأنين، ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، ارحمنا إذا ربينا في القرار، ارحمنا يوم النفخ في الصور. اللهم لا تفتنا بعد رسول الله. اللهم إنا نسألك أجره يا رب العالمين. شفع فينا رسول الله، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اسقنا بيده الشريفة شربة هنية لا نصنع بعدها أبدا. يا رب كما سترتنا في الدنيا صرنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يجد كل منا عمله أمامه. يا رب والله إن لم ترحمنا فمن يرحمنا غيرك. ارحمنا فإنك بنا راحم، اخطبنا في مجرته المقادير، اجعلنا عبيد الإحسان إلى عبيد الحلال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اليهود تدميرا. اللهم دمر أمريكا ومن وراءها. اللهم من أراد بالإسلام سوءا انتقم منه يا جبار، انتقم منه يا قهار. اللهم من أراد بمصر خيرا وفقه، ومن أراد بها سوءا انتقم منه يا جبار. انزع فتنة من بيننا، وحد كلمتنا، اجمع صفوفنا، احمل دماءنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.